ما هي السنن التي ينبغي فعلها قبل صلاة الجمعة؟ يسن له أن يتنظف ويتطيب، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس طيبا من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. ويسن له أيضا أن يلبس أحسن ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد أحسن ثيابه للوفد والجمعة. ويسن أيضا أن يبكر للجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ويسن أيضا أن يخرج ماشيا، لقوله عليه الصلاة والسلام: ومشى ولم يركب، ولأن بالمشي يرفع له بكل خطوة درجة، ويحيط عنها بها خطية. ويسن أن يغتسل كما يغتسل من الجنابة، وقيل يجب الغسل، وهو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. طاهر القلب نقي ذاكر لله، المصطفى الصفي صلى عليه الله، أخلاقه وصفاته سبحان من سواه، هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة، يا رسول الله يا حبيبي